نهاية مشوار منتخب الفراعنة منتخب مصر في بطولة أفريقيا بالمغرب انتهى بعد مباراة اليوم أمام نسور نيجيريا والخسارة بركلات الترجيح 4-2 بعد إخفاق كل من صلاح وعمر مرموش في ركلات الترجيح، ولوكمان يحسم الضربة الأخيرة وحصد المنتخب النيجيري للقب الميدالية البرونزية أفريقيا. طبعا الكل كان في انتظار المؤتمر الصحفي الأخير للعميد قبل مغادرة المملكة المغربية، وبتحديد كازابلانكا الدار البيضاء اللي أقيمت فيها المباراة في استاد محمد الخامس. الكل كان في هذا انتظار كابتن حسام هيقول ايه في المؤتمر، ولكن النهارده كابتن حسام فاجئ الجميع بالهدوء والاتزان وتصريحات متزنة جدا، ووضح على كابتن حسام حتى من ملامح وجهه ان هو في حالة معنوية جيدة ومفيش اي مشكلة ولم يتأثر بالخسارة امام منتخب نيجيريا. حتى موقف اللعيبة وموقف الجهاز الفني بعد المباراة كان موقف اكتر من رائع، سلموا على لعيبة منتخب نيجيريا وكان الكل ما كانش فيه اي توتر بعد نهاية المباراة وخروج اللاعبين الى غرف الملابس. كابتن حسام اكد على ان هو كسب مجموعه جيده من اللعيبه، وفي اكتر من 11 لاعب شارك مع منتخب مصر لاول مره في افريقيا، وقال ان هو فخور بلاعبي منتخب مصر والكل بذل اقصى جهد في البطوله، واتكلم على مباراه اليوم واكد ان هو منتخب مصر طبعا كان الاقرب الى المكسب، وان المنتخب النيجيري منتخب قوي جدا ويضم لاعبين كبار، وشكر كل اللعيبه اللي شاركوا في المباراه. طبعا كان لازم يتكلم كابتن حسام على الغيابات اللي هو فوجئ بيها، بيقول يعني يمكن كان حاطط في التشكيل مروان عطيه في تشكيل المباراه، وهو فوجئ ان هو بعد العشاء ان هو جاله قرار من الكاف بايقاف طبعا مروان عطيه وصلاح محسن بسبب عقوبات انضباطيه بعد نهايه مباراه السنغال، ويعني اشارتهم كده للحكام باشارات فيها يعني استفزاز للحكم بعد نهايه المباراه. وقال ان هو كان حاطط مروان في حساباته في المباراه، ولكن طبعا احنا جاهزين بكل الحلول حتى بعد ايقاف مروان عطيه طبعا اللي هو لاعب اساسي في منتخب مصر. كابتن حسام قال في نهايه البطوله البطوله شهدت مستويات كبيره من كل المنتخبات، وان يتمنى ان اللعيبه المصريه المحترفه العدد بتاعهم يزيد، ما بقاش بس الثلاثي صلاح ومرموش ومصطفى محمد. وقال ان ضربات الترجيح هي ضربات حظ يعني، والحظ النهارده كان واقف مع المنتخب النيجيري. وقال ان هو زي ما قلت لكم 11 لاعب اكتسبوا المنتخب في هذه البطوله، يعني شاركوا مع حسام حسن لاول مره في تاريخهم، وان اللعيبه المصريه مميزه في حاله الاحتراف، وطبعا كل ما العدد يزيد ده افضل لمنتخبنا الوطني. وقال كلمه مهمه جدا في الاخر هي احترم كل المنتخبات واحترم كل الجماهير، ودي نقطه مهمه جدا لكابتن حسام، ان هو قال اكد على النقطه دي ان هو بيحترم كل المنتخبات اللي هو شارك قدامهم في البطوله، وايضا بيحترم كل الجماهير بمختلف انتماءاتها في البطوله. دي كانت اهم تصريحات العميد اليوم امام المنتخب النيجيري. وطبعا مبروك لنسور نيجيريا للمره الثامنه في تاريخهم يحصدوا المركز الثالث في البطوله. عارفين منتخب نيجيريا فاز افريقيا 3 مرات، اذا هو منتخب يعني متعود على البطولات ومنصات التتويج. عايز اقول بس كلمه اخيره النهارده كان طبعا كان في مباراه قويه جدا، المان سيتي مع المان يونايتد. بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي قال حاجه مهمه جدا بعد نهايه المباراه، يا ريت نتوقف عندها، وحاجه هي سهله جدا ما فيهاش اي صعوبات يعني، بس احنا بنحب ساعات بنقول كلام كبير. سالوه بيقولوا له هو ليه النهارده المان يونايتد فاز في المباراه؟ عارفين طبعا المباراه انتهت 2-0 للمان يونايتد.
قال لهم حاجه بس واحده، وهي حاجه مش صعبه طبعا، اللي جوارديولا اللي هو واحد من افضل المدربين في العالم. قال هما المان يونايتد كسب عشان كانوا احسن مننا دفاعيا وهاجموا كويس وكانوا احسن مننا في المراوغه، عشان كده المان يونايتد فاز النهارده. اجابه بسيطه وسهله ومختصره وما فيهاش اي يعني تجريح في اي حد ولا اي حاجه، وموضوع بسيط. دفعوا كويس، هاجموا كويس، كسبوا مباراه. وادي رد واحد من افضل المدربين واغلى المدربين اجرا في العالم، بيب جوارديولا، طبعا نجم المنتخب الاسباني. يعني تصريحات رائعه للعميد النهارده في المؤتمر، وتصريحات اكثر روعه لبيب جوارديولا بعد نهايه مباراه السيتي واليونايتد واشتعال المنافسه في الدوري الانجليزي البريمير ليج بعد هذا التعادل، بعد هذا الفوز. الارسنال يعني ما كدبش خبر، وهو كمان بدل ما يكسب ويوسع الفارق مع السيتي اللي هو التاني وراه على طول، لا اتعادل النهارده مع نوتنغهام فورست 0-0، ويظل الفارق 7 نقاط بين، كان ممكن يبقى 9 نقاط كامله، ولكن بعد هذا التعادل المخيب لامال جماهير المدفعجيه يبقى ال7 نقاط فارق ما بين الارسنال الاقرب الى الدوري الانجليزي هذا الموسم. طبعا كل جماهير ارسنال هتموت على البطوله في هذا الموسم في البريمير ليج. شكرا لكم مره ثانيه. استعداد مصر لكاس العالم يجب ان يتم من الان، وفي هدوء وترتيب لمعسكرات، يعني الوضع بقى ما بقاش فيه كلام تاني ان اصل العميد، اصل في جلسه، اصل اجتماع مجلس اداره لتجديد الكلام ده خلاص بقى خلص وانتهى وخلاص. هو اللي اتقال ان حسام حسن مستمر مع منتخب مصر، والموضوع حسم بعد مباراه كوت ديفوار. مبروك للمنتخب النيجيري، وان شاء الله اعداد قوي لمنتخبنا لتصفيات كاس العالم بكندا وامريكا والمكسيك. شكرا.